صديقي الصدوق، عامل ايه يا صديقي؟ ازيك وازاي عيالك؟ هيا بينا نبدأ الفيلم ام سنرغي كتير. وكالعادة فيلم النهاردة من اجمل الافلام اللي هتشوفها، لكن قبل ما نبدأ حابب افكرك ان ميعاد تنزيل الافلام ان شاء الله هيكون كل اثنين وخميس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. ويلا نبدأ. بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها ليزا عندها 17 سنة وبتكون شغالة في محل حلويات، وده علشان والدتها اتخلت عنها وودتها لجدتها لتعيش معاها. وبتكون ليزا ذكية قوي عكس كل الأطفال اللي في سنها، وعندها طموح إنها تصرف على نفسها وتستقل بحياتها علشان تعيش لوحدها، لأن جدتها الله يحرقها بتجبرها تعمل علاقات مع الشباب. وليزا بتقدر إنها تتعامل مع الزبائن اللي بتيجي المحل بلطف وبتكسب محبة الناس كلها. وبعد ما بتخلص شغلها بالليل بتاخد العجلة بتاعتها وبتروح بيها لبيت جدتها، وفي الطريق بتفتكر جوز جدتها اللي دايما بيعتدي عليها وهي نايمة، والموضوع ده سبب لها حالة نفسية وخلاها ما تثقش في أي حد. وفجأة وهي ماشية على الطريق بتشوف عربية سودا واقفة، فبتجري بسرعة من جنبها علشان محدش يخطفها. ولما بتوصل عند باب البيت بتكون مترددة تدخل علشان بتكون خايفة من جوز جدتها كالعادة. وبيجي تاني يوم وبتكتب ليزا على ورقة انها تعبت وما بقتش قادرة تستمر في الحياة دي علشان وحيدة ومحدش بيهتم بيها. وبنكتشف ان ليزا عندها اخت اصغر منها اسمها لوري، وبتكون عايشة مع والدتها في مدينة تانية، وعلشان والدة ليزا ما بتحبهاش بعتتها عند جدتها تعيش معاها. بعدها بتروح تكلم اختها لوري علشان تطمن عليها، فلوري بتقول لها انها وحشتها وعايزة تروح بيت جدتها علشان تقعد معاها. فليزا بترفض على طول لانها بتحب اختها ومش عاوزة جوز جدتها يعتدي عليها زيها. فلوري بتقترح عليها تيجي هي تقعد معاها يومين. فلما والدتها بتسمع الكلام ده بتكلم ليزا باسلوب سيء وبتقول لها انها مش هترجع البيت تاني وانها بعتتها تعيش مع جدتها علشان تساعدها. فبتتأثر ليزا وبتقفل المكالمة، وبعدها بتخرج علشان تروح شغلها. فبيوقفها جوز جدتها وبيفكرها بميعاد قبضها وانها لازم تديهوله اول ما تقبض. وفي الليل بتخلص ليزا شغلها وبيديها صاحب المحل القبض بتاعها، فليزا بتشكره علشان بيعاملها باسلوب كويس، وبيكون واضح عليها انها بتودعه بطريقة غير مباشرة وبتفكر انها تنتحر. فبتروح للجسر علشان تنفذ فكرتها، وبتكون حالتها النفسية سيئة خالص يا صديقي. ولكن بعد تفكير بتتخلى عن الفكرة دي وبتمشي علشان تروح. وهي ماشية بالعجلة بتلاحظ نفس العربية السوداء اللي بتقف على الطريق، لكن المرة دي العربية بتمشي قدامها وبتركن على جنب. وفي لحظة بيهجم عليها صاحب العربية وبيكون معاها مسدس وبيهددها انها ما تصرخش والا هيقتلها. فبياخدها للعربية بتاعته وبيعتدي عليها، ولما بيخلص بيغمي عينيها علشان ما تشوفوش، وبياخدها لشقته وبنعرف ان اسمه جون. وبيبدأ يسألها عن اسمها وسنها، وبذكاء شديد بتكذب عليه وبتعرفه ان اسمها لوري وان هي عندها 20 سنة. وطبعا قالت كده علشان ما يعرفش انها قاصر، لان لو عرف انها قاصر هيقتلها، وده لان اهلها هيقدموا بلاغ للشرطة وهتدور عليها، وساعتها هيحصل له مشكلة وهيضطر يقتلها. وبعدها بيعتدي عليها مرة تانية وبيكون واضح انه غير متزن عقليا. وبيجي تاني يوم وبتروح جدتها تبلغ الشرطة علشان اختفائها، فالظابط بيحط اعتقاد انها هربت خصوصا لانها بنت صغيرة وبتشتغل. فبيسأل جدتها هي عندها مشاكل او كده تخليها تهرب من البيت، فبتقول له لا والله يا ضنايا مفيش حاجه تخليها تعمل كده. بعد كده بيروح ضابط شرطه لبيت والده ليزا واختها لوري، وبيعرفهم ان ليزا مختفيه، وبدون اي اهتمام او رد فعل بتقول لوالدتها انها اكيد هربت. لكن اختها لوري بتقلق عليها وبتقول للضابط انها مستحيل تهرب، لانها لو كانت هتهرب كانت هتقول لها وان اكيد حصل لها حاجه. وبيمشي الضابط وهو مستغرب من والدتها لانها ما تاثرتش اطلاقا باختفاء بنتها. بعد كده بنروح لليزا وبيعتدي عليها جون بعنف تاني، وبيقول لها ان الستات كلها لازم تموت. فبتتعامل ليزا معاه بلطف وبتحسس على وشه بالكامل علشان تحفظ ملامحه، وبتقول له ان هو وضع عليه انه بيكره الستات وان في واحده كسرت قلبه. فبيتغير اسلوب جون معاها لما بيلاقيها متعاطفه معاه وبيفك الرباط من ايديها. وبعدها بيروح ضابط الشرطه لمحل الحلويات اللي ليزا كانت شغاله فيه، وبيسال صاحب المحل لو كان لاحظ اي حاجه على ليزا قبل ما تختفي. فبيقول له في اليوم اللي هي اختفت فيه كان واضح عليها انها حزينه جدا وشكرته بدون اي سبب، لدرجه انه حس انها بتودعه بطريقه غير مباشره. فبيفهم الضابط انها ممكن تكون انتحرت، وده بسبب الضغوطات اللي عليها لانها لسه طفله وبتشتغل. وبنرجع تاني لليزا وبيديها جون اكل وبيشغل التلفزيون، وبالصدفه بيسمع المذيعه وهي بتقول ان في بنت عندها 17 سنه وبتشتغل في محل حلويات مختفيه بقالها يومين. فبيتعصب جون وبيضربها لانها كذبت عليه وقالت له انها عندها 20 سنه، وهو دلوقتي بيواجه مشكله كبيره لان الشرطه بتدور عليها واحتمال كبير ان هو يتقبض عليه. فبيعاقبها باللي عملته ده وبيعتدي عليها تاني. وبعد شويه بتطلب منه تدخل الحمام، ولما بيوديها بيفضل واقف جنبها علشان يتاكد انها مش هتهرب. فبتقنعه ان هو يخرج، وبتشيل القماشه اللي على عينيها وبتقفل الباب بالمفتاح وبتحط بصماتها في كل حته.
وبعدها بتقف قدام المراية وبتفكر في طريقة تقنع بها جون انه يسيبها. ولما جون بيلاقيها اتأخرت في الحمام بيحاول يفتح الباب، فبيتفاجئ انها قافلة من جوه، فبترتبك ليزا وبتحط القماش على عينيها مرة تانية وبتحاول تسيب فراغ بسيط علشان تشوف اي حاجة قدامها. وبعدها بتفتح الباب وبتعصب عليها جون وبيهددها انه هيقتلها لو عملت كده تاني، فبتحاول تهديه وبتطلب منه يوديها المطبخ علشان تديله كوباية مية. فبتلاحظ ليزا ان في تليفون موجود في البيت، فبتستنى لما جون ينام وبتروح تتصل بالشرطة، ولكن جون بيظهر فجأة وبيمنعها في اخر لحظة وبيقرر انه يقتلها ويتخلص منها. فبتكذب عليه وبتقوله انها كانت بتتصل بباباها علشان راجل عجوز ومريض وهي اللي بتهتم بيه لانه ملوش حد غيرها. فبيرجع جون في قرار القتل وبتروح ليزا السرير بتاعه علشان تنام، وبتستغل فرصة انه مش نام جنبها وبترمي خصل شعر من شعرها على الارض علشان تخلي الحمض النووي بتاعها في كل مكان في البيت. وبعدها بيجي جون وبيعتدي عليها تاني وبتحاول ليزا انها تتكلم معاه بلطف وبتقوله ان هي بتحب تتكلم معاه لانه انسان طيب والظروف هي اللي خلته يعمل حاجات مش كويسة. وبيجي تاني يوم وبيتفرج جون على التلفزيون وبيسمع المذيع وهو بيقول لي ان الشرطة بتدور على شخص بيقتل الستات وبيعذبهم كمان بطريقة مخيفة ومرعبة، وان ده اخطر مجرم في امريكا كلها. وطبعا بيكون المجرم اللي بيدوروا عليه ده يبقى جون، وسبب قتله للستات ان مراته خانته مع واحد صاحبه. فبيتعصب جون من كلام المذيع وبيصحي ليزا وبيقرر انه يقتلها خلاص وهيتخلص منها النهارده علشان يشوف ضحية جديدة ويقتلها. فبتترجى ما يأذيهاش وبتقوله انها مش هتبلغ الشرطة، وكل ده وهي لسه ما تعرفش شكله. فبيتجاهل كلامها وبيركبها العربية بتاعته وبيبدأ يدور على مكان مهجور علشان يقتلها فيه. وفي الطريق بيعدي على محطة بنزين وبينزل علشان يفول العربية. فبتستغل ليزا الفرصة وبذكاء شديد بتعور نفسها علشان تحط دم على كرسي العربية، وده علشان تسيب دليل على العربية كمان وتساعد الشرطة في القبض عليه. وبعدها بيركب جون وبيوصلوا لمكان مهجور وبيطلع مسدسه علشان يقتلها. فبتنهار ليزا وبتقول له انها مجرد طفلة وان هي مش هتقدر تبلغ عنه الشرطة، وعلى عكس المتوقع بتقنع جون بكلامها وبيقرر انه مش هيقتلها زي باقي الستات اللي قتلهم، على الرغم ان دي مش عادته لانه دايما بيقتل الضحايا بتاعته وفي الغالب بيبقوا كبار في السن وما بيسيبش دايما اي اثر وراه. ولكن بسبب ذكاء ليزا وطريقتها في الاقناع خليته يسيبها، لكن بيأمرها انها ما تشيلش القماشة من على عينيها الا بعد 5 دقايق وبيسيبها وبيمشي. وبتشيل ليزا القماشة من على عينيها وبتتفاجئ ان خطتها نجحت وقدرت تقنعه انه يسيبها تعيش. فبتجري بسرعة على بيت جدتها وبتحكي لها على اللي حصل، لكن للاسف جدتها ما بتصدقهاش ومفكراها بتكذب عليها علشان ما حدش يقول انها كانت هربانة. فبتتصل على ضابط الشرطة وبتقول له ان ليزا رجعت للبيت وحالتها كويسة بس بتكذب علينا وبتقول انها كانت مخطوفة. فالضابط بيقول لها انه هيجي بكرة ياخد ليزا لمركز الشرطة وهيعرف منها ايه اللي حصل بالظبط. فبتتضايق جدة ليزا لانها خايفة تقول للشرطة اللي بيحصل معاها في البيت، وهو ان جوزها بيعتدي عليها دايما. وتاني يوم بيجي الضابط وبياخدها لمركز الشرطة وبيبدأ معاها التحقيق. فبتحكي له ليزا اللي حصل وبتقول له انها عملت حسابها وسابت له ادلة زي شعرها والبصمات اللي في بيت جون والدم اللي في العربية علشان تقدر تتعرف عليه ويبقى في دليل تبلغ عنه الشرطة. ولما بتقول للضابط ان جون اعتدى عليها ما بيصدقهاش لان مفيش في جسمها اي اثار للعنف، فبيخلي 2 زمايله يكملوا معاها التحقيق بحجة انهم بنات وهيصارحوا بعض. فبتسألها الشرطية عن البيت اللي اتخطفت فيه وبتتفاجئ ان ليزا بتقول لها انها عدت السلالم اللي طلعتها وكانوا 22 سلمة وعدت على طابق كامل، وده معناه ان شقة جون المجرم كانت في الدور الثاني. فبتحس الشرطية ان ليزا بتألف قصة لان بالنسبة للشرطية مستحيل طفلة تكون مخطوفة وتدقق في كل التفاصيل دي. فبتنهار هنا ليزا لان محدش بيصدقها خالص حتى الشرطة، وبتقول لها ان مفيش اي دافع تخليها تكذب عليهم. وفي الوقت ده بيكون في اجتماع مهم مع كل ضباط الشرطة وبيقول المأمور انهم لازم يقبضوا على المجرم اللي بيقتل الستات لان ضحاياه وصلت 50 بنت، وطبعا يقصد بكلامه جون اللي خطف ليزا. فبتيجي الشرطية اللي بتحقق مع ليزا وبتتكلم مع المحقق اللي اسمه لاري وبتحكي له اللي حصل مع ليزا. فبيروح لاري علشان يتكلم مع ليزا، ولما بيلاقيها منهارة بيحاول يكسب ثقتها وبيعرفها انه مستعد يحميها ويرجع لها حقها. فبتبدأ ليزا تهدى وتقول له كل التفاصيل اللي هي جمعتها عن جون زي انها عدت السلالم بتاعة البيت وقدرت تعرف ملامح وشه لما لمسته. وعلى عكس كل الضباط بيصدقها المحقق لاري وبيكون منبهر بذكاء ليزا قوي وقدراتها العالية في التدقيق على اصغر التفاصيل. فبيقرر لاري يتصل باهلها علشان يخلي ليزا معاه الفترة وبيقول لهم انها هتفضل معاه لحد ما التحقيق يخلص في القضية. فبيرد عليه جوز جدتها وبيقول له انها لازم ترجع البيت علشان تهتم لدروسها، وطبعا هو بيكذب علشان خايف ليزا تقول للشرطة ان هو كان بيعتدي عليها.
ولما المحقق لاري بيخلص معاها كلام بيروح لليزا وبيقول لها ان اهلها رافضين تفضل معاه، وبيسالها عن اللي بيحصل في البيت لانه حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل. فبتنهار ليزا تاني وبتحكي له على كل حاجه، وبتقول له ان جوز جدتها بيعتدي عليها كل يوم. فبدون تردد بيروح لاري وبيقبض عليه، وبتدخل ليزا بيت جدتها علشان تلم هدومها لانها هتكمل التحقيق مع المحقق لاري. فبيوديها البيت شرطيه زميلته وبيقول لها ان المكان ده امن ليها من اهلها اللي هم مش مهتمين بيها خالص، وان محدش هيقدر يقرب لها وهي في بيت الشرطيه دي. وبيجي الليل وبتبص ليزا من الشباك وبتبدا تتخيل جون اللي خطفها وبتصرخ بصوت عالي. فبتيجي الشرطيه علشان تهديها وبتفهم ان اللي حصل ده سبب لها صدمه نفسيه وخلاها تتخيل جون طول الوقت. وتاني يوم بتقعد ليزا مع المحقق لاري وبيسالها عن الادله اللي هي سابتها في بيت جون، فبتقول له انها سابت بصماتها على المرايه اللي في الحمام، ورمت خصل شعر من شعرها على الارض، وكمان عورت نفسها وسابت اثار دم على كرسي العربيه بتاعته. واكتر حاجه لفتت انتباهها ان جون بيكره الستات جدا وعاوز يقتلهم كلهم. وبعد شويه بيروح لاري للمأمور وبيقول له ان المجرم اللي بيقتل الستات اللي بيدوروا عليه ممكن يكون جون اللي خطف ليزا. وقبل ما يكمل كلامه بيقول له المأمور ان المجرم ده ما بيسيبش دليل وراه وبيقتل كل اللي بيخطفهم، وبديهيا كده لو هو اللي خطف ليزا كان زمانه قتلها. فبيقول له لاري ان ليزا بنت ذكيه جدا وقدرت تلعب باعصاب المجرم وخلته يسيبها. ولما بيحس المأمور مش مصدق بيطلب منه ياخد هدوم ليزا اللي كانت لابساها وهي مخطوفه ويوديها للمعمل الجنائي علشان يطابقوا الدي ان ايه اللي على الهدوم بالدي ان ايه بتاع المجرم، وساعتها يعرفوا اذا كان هو فعلا ولا لا. فبيوافق المأمور وبيقول له لو كان جون اللي خطف ليزا هو نفس المجرم اللي هم بيدوروا عليه فعلا فاكيد عارف ان هي بلغت عنه واكيد دلوقتي بيدور عليها علشان ينتقم منها. فبيروح لاري بسرعه لليزا وبيكون قلقان عليها جدا، ولما بيطمن انها كويسه بينقلها الملجأ ايتام تبع الشرطه علشان تكون في مكان امن، وبيقول لها انها ما تخرجش من الملجأ ده نهائي. وبيجي تاني يوم والمأمور بيقول لهاري ان المعمل الجنائي اكتشف ان الدي ان ايه اللي على هدوم ليزا نفس الدي ان ايه اللي على هدوم القاتل، يعني كده القاتل هو فعلا جون اللي اعتدى على ليزا. فبيروح لليزا وبيقول لها انه هياخدها للمكان اللي هي اتخطفت فيه علشان يدوروا مع بعض على بيت جون. ولما بيوصلوا للمكان بتفتكر ليزا كل اللي حصل وبتكون منهارة، ولكن بتصمم تساعد الشرطة في القبض على جون. فبتقعد في العربية بتاعت لاري وبتحاول توصف له الطريق حسب ما هي فاكرة لحد ما بتوصل للمكان المهجور اللي جون سابها فيه وبتتأكد ان وصفها صح. وبعدها بتبدأ الشرطة توسع مجال البحث وبيلاحظ ضباط الشرطة عربية بنفس المواصفات اللي ليزا كانت قايله لهم عليها، والمفاجأة ان العربية دي بتاعت جون فعلا. فبيروح له ضابط الشرطة وبيطلب منه يصوره بحجة ان في عملية سرقة حصلت والحرامي كان معاه عربية سودا، علشان كده هم بيصوروا اي حد معاه عربيه سودا علشان يحققوا في الموضوع. وطبعا الضابط بيكذب عليه علشان ما يحسش انهم بيدوروا عليه وكده، فبيقتنع جون بكلامه وما بيشكش في الموضوع. وبيجي الليل وبيعرض لاري على ليزا شويه صور علشان تتعرف على المجرم، فبتختار صوره جون وبتقول لهم ان هي متاكده ان هو المجرم. فبتروح الشرطه بعدها وبيقبضوا على جون وبيكون ماشي في الشارع. ولما بيفتشوا بيته بيلاقوا بصمات ليزا فعلا في الحمام وخصل الشعر بتاعتها اللي رمتها على الارض، وبيتاكدوا ساعتها ان كل الكلام اللي قالته حصل فعلا. وفي التحقيق بيعترف جون ان هو المجرم بكل بساطه وان هو بيقتل الستات وهو اللي خطف ليزا، وبيقول كمان ان هو عارف انها هتكون السبب في القبض عليه لانها مختلفه عن كل الضحايا اللي هو قتلهم. فبيروح المحقق لاري ليزا وبيعرفها انهم قبضوا على جون وتقدر تعيش حياتها مره تانية. فبتتاثر ليزا وبتبدا تعيط لانها وحيده ومفيش حد مهتم بيها. فبيقول لها لاري ان هو فخور جدا بيها لانها بذكائها قدرت تكشف جون في اسبوع واحد، في حين ان الشرطه بقالهم 6 شهور بيدوروا عليه ومش قادرين يمسكوه. وبعدها بتكتب ليزا جواب لامها وبتبص في المرايه وبتفتكر نفسها لما كانت مخطوفه. ولما بتخرج من الملجأ بيقول لها لاري انه كان بيفكر يتبناها ويخليها تعيش مع عيلته. فبتنصحه ليزا ان هو يفصل حياته الشخصيه عن الشغل وما يتاثرش بكل قضيه بيواجهها. وفجاه بيجي عم ليزا ومراته اللي بيحبوها فعلا بجد وبيعتذروا جدا لليزا علشان سابوها تعيش مع جدتها لانهم ما كانوش يعرفوا اي حاجه عن اللي حصل لها. وبتعيش ليزا مع عمها ولاول مره من زمان بتكون سعيده في حياتها، وبتقرا والدتها الرساله اللي بعتتها لها واللي قايله فيها ان هي اسوأ ام في الدنيا. وبعد مرور 20 سنه بتشتغل ليزا محققه شرطه وبتكون اشهر محققه في المدينه وبتقدر تحل اصعب القضايا. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك بقى الفيلم ما تنساش تشترك بقى في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك وكومنت رايق. يلا واشوفك الفيديو الجاي بالسلامة.